الخايب اللي اسمه السعودية على الأقل متماسك الآن، بدأ يتصدى تصدعات خطيرة. طبعا محمد بن نايف راح المنطقة الشرقية وجابه مجابهة شرسة، طبعا رد عليهم بشراسة لأنه ما زال عنده قوة الدولة، لكنه في الحقيقة رجل مرعوب. وش يودي هناك؟ متى من سعود إذا حصلت كارثة يروح؟ لما مات أكثر من 1500 في النفق في المعيصم أيامنا كنت نسبة المهلكة سنة 1990 91. هل راح ابن حل سعود وقف على الموتى أو صلى عليهم صلاة الجنازة؟ طبعا الملك فهد قاعد في القصر يقول هذا كله قضاء وقدر. هو كذب، ليس قضاء قدر، هو عنده معلومات على في نفس اليوم طازة أنه وراءها هذا المجرم اللي قتل في غزو صدام الكويت فهد الصباح. وأنا جابت بهذا الرجال الباحث في السجن فصعقوا صفرت وجوههم وكفلوا الموضوع. طيب احنا عارفين هذه الأشياء، لا أظن الناس مغفلين بهاي ما يفهمون، احنا عارفين هذه الأشياء. صعقوا. تستروا على مثل هذه الجرائم الكبرى، يوم لا تطلع هذه الجرائم وتنخس عليكم. 1500 حاج قتلوا بجريمة فهد وابن سعود يغطي لها يقول قضاء وقدرا. طيب روح يا أخي على الأقل صلي عليهم، على الأقل خلي عندك دم. هذا طبعا محمد بن نايف راح ركض، عارف إن في قوة لا يستهان بها، وخرجت مظاهرات ضخمة في القطيف تحمل الراية الصفراء حقت حزب الله وحزب اللات. يعني هيبة الدولة ذهبت، والخطوة الثانية تيجي بعدها، والخطوة الثالثة. بعضهم يقولوا لا الأمور الآن هادئة. أنتم ما تعرفوا كيف هذه الأمور تصير يا جماعة، هذه الأمور ما تصير فيهم يومين، هذه تتفاعل وتأخذ لها أسابيع وشهور وسنين. أحيانا ممكن في هذا التسارعات الحالة العالمية قد لا تستغرق إلا مجرد شهور.